السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة أستاذ بن زيد، أهلا وسهلا بكم أصدقائي. إذا سوف نتحدث إن شاء الله تعالى في هذا الفيديو عن المناشدة التي قدمتها كل من الكونفدرالية الوطنية طبعا لجمعيات أمهات وآباء وأولياء تلاميذ بالمغرب، وكذلك الكونفدرالية الوطنية طبعا المغربية لجمعية آباء وأمهات وأولياء تلاميذ. إذا هذا المناشدة أتت بعد خوض الأساتذة وتنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد لتمديد ثاني للإضراب، والذي ل3 أيام أخرى. وبالتالي فالجمعية هنا رأت على أنه يتم هدر الزمن المدرسي للمتعلمين، وتدعو الطرفين. لما نتحدث عن الطرفين نقصد هنا الأساتذة أطر الأكاديميات، ونتحدث أيضا عن الوزارة. هذه الإضرابات طبعا المتتالية قالت الكونفدرالية الوطنية لجمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ إلى أنها أدت إلى الهدر المدرسي. ونحن نعلم أن هذه الأزمة طبعا لأن الأطر النظامية تطالب بمشروعيتها وبحقها في الإدماج في الوظيفة العمومية. لذلك قاطعت منظومة مسار وقاطعت تسليم النقاط النتائج للتلاميذ سلوك احتجاجي على الوزارة الوصية، في حين أن الوزارة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة هي أيضا من جهتها أرسلت كما قلت استفسارات وكذلك تنبيهات وإعذارات، تلتها التوقيف المؤقت عن العمل، والذي طال على ما أظن أزيد من 200 أستاذ لحد الآن. وبالتالي فهي كإجراء أو كمناشدة هذه الجمعية تحث، ونظرا للتداعيات الخطيرة على التلاميذ، هذه الإضرابات على التلاميذ، وإيمانا منها بأهمية الحوار، فهي تدعو الأطر الأكاديميات إلى ضبط النفس والتراجع عن هذه الإضرابات المتتالية، وتعليق الإضراب من أجل المصلحة المثلى للمتعلمين. ومن جهة أخرى فهي تناشد أيضا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى أن تفتح قنوات الحوار مع الأطر المضربة، وأن تتراجع عن الإجراءات التي اتخذتها في حق الأساتذة الذين قاطعوا منظومة مسار. وبالتالي فهي من منطلقها تدافع عن الحق الأسمى للتلاميذ والتلميذات في التعلم. نحن هنا أمام موقفين: موقف الأساتذة والذين طبعا يقولون على أنهم رغم ما يقال عن النظام الأساسي وعن أنه يوحد الشغيلة التعليمية، إلا أنها تقول وكما قالت من قبل على أن الهدف الأساسي من هذه الاحتجاجات ومن هذه الإضرابات ومن هذه الإجراءات التي اتخذتها هو طبعا الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية والحصول على رقم مالي ممركز. هذا طلبها، وفي حين أن الوزارة تجيب وتقول على أنها أحدثت واتفقت في شأن إصدار نظام أساسي موحد يوحد الشغيلة التعليمية في مجالات الترقي، يوحدها في الحقوق والواجبات، يوحدها في المسار المهني. إلا أنه إن تحدثنا بمنطقية وبموضوعية فهو من ناحية الطرفين، فنتحدث عن أطر تابعة للأكاديميات والنظام الأساسي الذي كان معمولا طبعا، وهي خارجة عن الوظيفة العمومية، ونتحدث عن الأساتذة المرسمون والذين ينتمون للوظيفة العمومية ولهم أرقام مالية ممركزة، عكس الأطر الأكاديميات التي لها رقم التأجير. إذن أصدقائي، نتمنى من كل هذه المعطيات ومن كل هذه الأمور أن يتم حلحلة الملف، وأن يتم إن شاء الله تعالى إعادة استقرار للمدرسة العمومية، حتى إن شاء الله تعالى يتمتع التلميذ والمتعلم بزمنه المدرسي كاملا، وأن لا ينقطع عن الدراسة، وأن لا تتوتر الأوضاع أكثر من هذا، لأن إن شاء الله تعالى نتمنى على أن المسار المتعلم أن يذهب كما يخطط له وكما نرجوه جميعا.
إذا نسأل أيضا من جانبها الوزارة إن شاء الله تعالى أن تقوم، يعني أن تجلس مع هذه الأطر أو مع النقابات أو مع أي فاعل والمشتركون في المنظومة التربوية، وأن يجدوا الحلول لهذه الملفات الجذرية والعالقة، والتي دائما ما تطفو فوق الساحة التعليمية وتؤجج الأوضاع في المنظومة التربوية. نتمنى إن كان هذا النظام الأساسي الذي تقول الوزارة عن أنه سيوحد الشغيلة التعليمية، فنتمنى إن شاء الله تعالى الإسراع بإنزاله وإنزال يعني مراسيمه وإنزال المحاور الأساسية لهذا النظام حتى يخمد هذه الأوضاع الحالية. إذن أصدقائي، إلى لقاء قريب، ودعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.